السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي مطبخ أسرار. وصفتنا لهذا اليوم راح نحضروا فيها فطيرة محشية أو خبزة محشية في المقلاة بطريقة رائعة ومبسطة. هذه الوصفة نقدروا نستعملوها كوجبة عشاء خفيفة، ونقدروا نعطيوها للأولاد الصغار اللي ما يتناولوش الخضرة. نروحوا للمقادير. في مقادير الوصفة عندنا صدر دجاج مقطع إلى مكعبات مقلي، عندنا في الخضر كورجيت وجزر مبشور، وعندنا فلفل حار او فلفل حلو مقلي، وعندنا زيتون اخضر، عندنا جبن شيدار او اي نوع من الجبن، عندنا حبه بصله مقطعه، عندنا مدوس مقطع. في التوابل عندنا فلفل احمر، كركم وملح وفلفل اسود وثلاث مغارف زيت. في المقلاة انا حطيت البصل وحبه من الثوم حتى يذبل لنا البصل، نضيفوا له الخضره اللي ربيناها. تقدروا تستعملوا اي نوع خضره، تقدري تضيفي البطاطا طبعا على حسب الذوق. بعد ما تذبل لنا الخضره تاعنا نضيفوا لها التوابل اللي عندنا. التوابل تقدري تستعملي اي نوع من التوابل اللي يكون عندك، تقدري تستعملي راس الحانوت يعني على حسب الذوق. نخلطوها ومن بعد ما طيب لنا نضيفوا لها الدجاج اللي قطعناه وقليناه من قبل، ومن بعد نخلطو ونضيفوا الفلفل الحلو، تقدري تستعملي الفلفل الحار او الهريسه. وهنا بعد ما طابت لنا نضيفوا لها المعدنوس او كزبره خضراء وزيتون في الاخير، ونخليو الحشوه تاعنا تبرد ونروحوا نحضروا العجينه. عندنا 2 كيسان ونصف فرينه، نصف مغرف سكر، نصف مغرف خميره، شوي ملح، مغرف زبده عفوا، والحليب باش نجمعوا به العجينه. نحطوا الخميره والسكر والملح ونضيفوا لهم الزبده، نخلطوا المقادير كلها مع بعض. حاولوا الزبده ندخلوها في الفرينه. بعد ما خلطناها نضيفوا الحليب بالتدريج، وتقدري تستعملي في بلاصه الحليب تستعملي الماء، نضيفوا بالتدريج. حاولوا انه العجينه ما تكونش طريه بزاف. بعد ما خلطنا المقادير نحاول نعجن العجينه، ومن بعد نخليها تتخمر لمده 20 دقيقه طبعا على حسب حراره المطبخ. هنا بعد ما تخمرت لنا العجينه تاعنا انا شكلتها على شكل كرات كما تلاحظي. هنا نحاول نفتحها طبعا نفتحوها على شكل دائري. هنا بعد ما فتحتها نجيب صحن نحط فيه العجينه، تقدري تدهني الصحن او يعني بالزيت او بالفرينه، ترشيه بالفرينه. ونجيبوا الحشوه اللي حطيناها تبرد، اللي حضرناها من قبل وحطيناها تبرد لنا، ونحاولوا نوزعوها على الصحن اللي حطينا فيه العجينه تاعنا بالطريقه هذه. الحشوه تقدري تستعملي اي حشوه يعني تحبيها نتيا، تقدري تستعملي اللحم المفروم او السردين او التون على حسب الذوق. طبعا الحشوه اختياريه. نحاولوا نوزعوها. نجيبوا الجبن شيدار او اي جبن يكون عندك، ممكن جبن مثلثات. انا هنا وزعته على حسب الحشوه كما تلاحظي. نحطها على جنب ونروح نفتح العجينه بنفس الطريقه اللي فتحناها فيها العجينه الاولى. نفتحوا فيها العجينه هذه على شكل دائري عفوا. هنا رشيت شوي فرينه
نفتحها على شكل دائري بالطريقة هذه. بعد ما فتحت العجينة نحطها فوق الحشوة اللي حطيناها في الصحن هكا، ونبداو نغلقوا يعني الحواف تاعنا، يعني نغلقوهم مليح باش كي نحطوهم في المقله ما يتفتحوش. نغلقوا ونتاكدوا هكذا. انا تعمدت ندير الصحن باش يساعدني يعني الشكل العجينه يكون يعني الحشوه هذه الفطيره تكون دائريه، وفي نفس الوقت يساعدني اني نوضعها في المقلاة يعني ويحافظ على شكلها وتكون طريقه سهله في الوضع. هنا نحي الزوائد اللي عندي، نحاول نتاكد من يعني ان العجينه بالله يعني مغلوقه في الحواف. نحاول نغلقها مليح. هنايا نبدا ننزع الحواف يعني من الصحن باش كي نحطها في المقلاة ما تلصقليش في الصحن. على هذا قلت لك بالله لازم تدهني بالزيت او الفرينه، ترشي عليه الفرينه في الصحن. هنا نجيب المقلاة ونحاول نقلبها على الصحن بالطريقه هذه كما تلاحظي، ونحي هنايا الصحن ونحطها على النار. النار لازم تكون قليله، وهنا ثقبت العجينه كما تلاحظي، يعني لازم تكون النار قليله باش تطيب لك وما تحرقش، وفي نفس الوقت تطيب بطريقه يعني جميله. هنا نكون انتهينا من وصفتنا، وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى تكون تعجبكم هذه الوصفه، ونتمنى تجربوها لانها وصفه رائعه وصحيه في نفس الوقت. وما تنسوش الاشتراك في القناه، ونتلقاو ان شاء الله في وصفه جديده.